افتح المحضر يا ابني، الشارع المصري كله انوار وشوادر حلاوه، الناس كلها بتحتفل بمولد اعظم انسان، السماعات في كل حته شغاله مديح نبوي، وريحه السمسميه والانوار في الهواء بتفرح القلوب، حاله من البهجه والروحانيات بتغلف شوارعنا، الاب داخل على اولاده بعلبه حلاوه والقنوات بتذيع اغاني وابتهالات. بس لو ركزت وبصيت ورا الاضواء دي هتلاقي انه في جريمه كامله بتحصل كل يوم، جريمه بنرتكبها بدم بارد في حق صاحب المولد نفسه. احنا ببساطه خدنا من الدين الطقوس والحلويات ورمينا المنهج والرحمة والعدل. احنا بنحتفل بالنبي في الشوادر الكبيرة، لكن بنختال سنته كل يوم في معاملاتنا وداخل بيوتنا. النهاردة المحقق مش جاي يزعق ولا يهاجم ولا جاي يدي خطبة جمعة ولا وعظ ديني. النهاردة احنا بنفتح ملف وجعنا كلنا كمسلمين، هنقف قدام المراية ونسأل نفسنا سؤال قاسي جدا: ازاي شوهنا دين النبي واحنا بنحتفل بيه؟ علشان نفهم حجم الجريمة اللي بنعملها النهاردة لازم نرجع بالزمن 1400 سنة لورا ونحكي القصة. مكة ما كانتش مجرد صحراء فيها شوية خيم وجمال، مكة كانت مجتمع رأسمالي متوحش وقاسي جدا، نادي حصري للأكابر وطبقة الVIP وبس. الكلمة العليا فيه كانت للفلوس وللنسب، والعبيد والفقراء مجرد أرقام ملهمش أي تمن، لحد ما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وعمل أكبر ثورة اجتماعية. كفار قريش ما كانتش مشكلتهم في وجود إله وبس، أبو جهل الملياردير والوليد بن المغيرة وكل كبارات مكة كانوا رافضين حاجة تانية خالص بتوجع غرورهم، كانوا رافضين إن النبي عليه الصلاة والسلام يشترط عليهم إن هم يقلعوا الكبر ويقعدوا كتف بكتف على نفس السجادة مع بلال العبد الحبشي اللي ملوش ظهر ولا عيلة تحميه، وصهيب الرومي المهاجر، وعمار بن ياسر الغلبان. كبارات قريش راحوا للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام وقالوا له: اطردهم واحنا نقعد معاك، احنا الاكابر وما ينفعش العرب تشوفنا واحنا قاعدين مع العبيد. لكن النبي عليه افضل الصلاه والسلام رفض انه يساوم على كرامه الغلابه، ورفض يبيع جمهوريه المهمشين عشان يرضي الاكابر. النبي عليه الصلاه والسلام نسف الطبقيه دي من جذورها وقضى عليها تماما، خلى معيار الشرف الوحيد هو التقوى ونظافة القلب، مش رصيدك في البنك ولا بتلبس ماركات ايه. طب احنا النهارده بقى بنعمل ايه في حياتنا؟ احنا الصبح بنبكي متأثرين بقصة تعذيب بلال، وبالليل بنعيش بعجرفة ابو لهب، بنقيم الناس بماركة العربية وتمن الموبايل اللي في ايديهم، وبنصنفهم حسب بيلبسوا منين وساكنين فين. ولو جالك شاب محترم وشريف زي عمار او بلال عشان يطلب ايد بنتك هتطرده وتكسر بخاطره عشان مش من مستواك الاجتماعي، علشان معهوش فلوس يعمل فرح في فندق 5 نجوم، وعلشان معهوش فلوس يفرش الشقة ويجيب النيش اللي ملوش لازمة، وعلشان انت بتشتري راجل بس عايز تشتري حاجة نظيفة. احنا رجعنا للجاهلية الاولى بكل قسوتها، بس الفرق ان احنا دلوقتي بنقول استغفر الله العظيم واحنا ماسكين سبح الكترونية. الفستان ده لونه مش حلو. عجيب. شعرك منحكش. عجيب. مناخيرك طويلة. عجيب. النبي اللي بنحتفل بمولده كان أعظم شخص استخدم الكلمة الطيبة، كان بيوزن الكلمة بالجرام علشان ما يجرحش إنسان ولا يكسر نفس حد قدامه. النبي كان بيراعي مشاعر الناس في أداء التفاصيل، لو اتعزم على أكل وما حبوش عمره ما كان بيقول الأكل ده وحش، كان ببساطة وبمنتهى الشياكة يقول: يعافي، كلمة راقية جدا، ما تردش الكريم وتطبطب على اللي طبخ. في يوم من الأيام أعرابي بسيط دخل المسجد وعمل فيه حمام، الصحابة قاموا عشان يضربوه ويزعقوا فيه، لكن النبي بهدوء شديد قال لهم سيبوه يكمل، وبعد كده طلب جرد المية ورش على المكان، وفهموا بالراحة وبالكلمة الطيبة إن المكان ده للصلاة، مفيش ترهيب، مفيش إحراج، مفيش إهانة لكرامته. ولما كان بيشوف حد بيعمل حاجة غلط في المجتمع عمره ما يوقفه ويفضحه باسمه قدام الناس، كان بيقف على المنبر ويقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، بيصلح الغلط وبيحفظ ماء الوجه للي غلط من غير ما يختلي المخطئ ولا يخليه فرجة. كلامه كله كان جبر خواطر وطبطبة على القلوب. سيدنا أنس بن مالك خدمه 10 سنين كاملين، بيقول إن ما حصلش مرة ولا قال لي فيها أف ولا أنت ليه عملت كده. تعالوا بقى نبص على حال أمتنا النهاردة. افتح موبايلك وبص على مجازر السلخ المجتمعي، التنمر وتدمير النفسيات بقى اسلوب حياة عادي جدا، بقينا بنستسهل ونجرح بعض باسم الصراحة، وبنسمي قلة الذوق وكسر الخواطر قصف جبهة. الشباب بتموت بعض في الكومنتات وبيفضحوا بعض عشان يلموا شوية لايكات. بقينا بنستمتع واحنا بنهد حياة إنسان بكلمة. أمة النبي اللي كان بيستحرم الكلمة الجارحة وكأنها سيف بقت أشرس أمة بتختال بعضها بالكلام كل يوم. كل يوم بصحى وأقول إنه يوم جديد ببداية جديدة، بس بلاقي إني شايل نفس الحمل التقيل اللي بيلازمني طول اليوم وبيشدني لورا وبيسحب طاقتي وسعادتي. حتى الحاجات اللي كنت بحبها ما بقاش ليها طعم.
لو الكلام ده بيتردد جواك لازم تعرف إنه عادي تحس بالمشاعر السلبية نتيجة للمواقف المختلفة في حياتك، زي المشاكل المادية، الفشل، أو فقدان حد عزيز عليك. بس مش طبيعي إنها تستمر معاك لفترات طويلة، أسبوعين أو أكتر، وتأثر على دراستك وشغلك وعلاقتك باللي حواليك. وقتها لازم تاخد بالك إنها أعراض محتملة للاكتئاب. الاكتئاب مش ضعف أو شوية زعل، لأ ده مرض زي أي مرض عضوي، وأعراضه زي الحزن المستمر، الشعور غير المبرر بالذنب واليأس من المستقبل، عدم الشعور بقيمة النفس، ضعف التركيز، اضطراب النوم والأكل. كمان أحيانا الاكتئاب بيظهر بأعراض جسمانية زي الآلام غير المبررة. وطريق الخروج من حفرة الاكتئاب إنك ما تخليش صحتك النفسية تبقى صحة منسية. وقتها اطلب المساعدة من متخصص، اقبل دعم الأصدقاء والأهل. كمان ما تنساش ممارسة الرياضة بانتظام والمشاركة في أنشطة ممكن تحسن حالتك المزاجية. سوا نقدر نتغلب على وصمة المرض النفسي ونقدم المساعدة للي بيقاوموا لوحدهم ونخفف الحمل اللي شايلينه. احنا كمان شوهنا مفهوم الرحمة بالكامل، الرحمة مع نفسنا والرحمة مع أولادنا وأهل بيتنا. النبي العظيم القائد الأقوى المدعوم من السماء عاش سنة كاملة متسمية في التاريخ بعام الحزن، سنة فقد فيها أقرب الناس لقلبه وسنده في الدنيا، زوجته السيدة خديجة اللي كانت حضنه الدافي، وعمه أبو طالب اللي كان درعه في وش قريش. النبي عاش وجع الفقد ده بتفاصيله القاسية. وقتها راح الطائف يطلب الحماية، فضربوه بالحجارة لحد ما نزف، وقعد تحت الشجرة يناجي ربنا بقلب مكسور. النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش لنفسه أنا نبي وما ينفعش أضعف قدام الناس، ما كبتش مشاعره ومثل دور البطل الخارق. ولما ابنه إبراهيم مات بين إيده النبي بكى، دموعه نزلت قدام الصحابة من غير أي كسوف، وقال بصوت كله حزن إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن. النبي هنا بيدينا رخصة إلهية للوجع والحزن البشري، بيقول لنا إحنا بشر لحم ودم ومشاعر، من حقكم تعيطوا وتضعفوا وتنكسروا لما الدنيا تدوس عليك، ومن حقك تحزن على اللي راح منك وتاخد وقتك من غير ما حد يزايد على إيمانك أو يتهمك بالنقص. لكن مجتمعنا بقى النهاردة بيعمل إيه في أولاده؟ بيشغل المفرمة النفسية باسم الدين بكل قسوة. لو شاب قال أنا مكتئب وحزين ومش قادر أكمل، نجلده ونقول له انت ايمانك ضعيف، او نقول له ده غضب من ربنا عشان ما بتقراش قرآن، او الكليشيه بتاع ما فيش راجل بيعيط. بقينا بنستخدم الدين كسلاح بنأنب بيه الضحيه، حرمنا على الناس تحزن براحتها وتعيش وجعها بسلام، وخلينا الاكتئاب والمرض النفسي كأنه وصمة عار. مش بس حاربنا الحزن، احنا كمان شوهنا مفهوم الرجولة. النبي اتولد في مجتمع صحراوي بيقدس الجفاء والغلظة، مجتمع بيوزن الرجولة بالدم والسيف، ومجتمع كان بيدفن بناته خوفا من العار، لحد ما بيظهر النبي محمد عليه الصلاة والسلام علشان يعمل انقلاب عاطفي. أعظم قائد سياسي وعسكري في الجزيرة العربية كلها، الراجل اللي كان بيقود جيوش وبيأسس دولة، كان بيقوم يقف يبوس ايد بنته فاطمة لما تدخل عليه، بياخدها من ايديها ويقعدها في مكانه وهو فرحان بيها، بيفرح بيها قدام كبار الصحابة وما بيخجلش من ده. ولما كان بيسجد في الصلاة وبيطول كان الصحابة بيستغربوا، بعد ما بيخلص الصلاة بيسألوه، فبيفاجئوا ان هو بيقول لهم ان احفاده كانوا بيلعبوا على ظهره وخايف ان هو لما يقوم من السجود يوقعهم، فكان بيفضل ساجد لغاية لما ينزلوا من على ظهره خوفا عليهم من الوقوع. هيبة النبي كانت طالعة من حنيته مش من قسوته وزعيق. كان وهو بيتمشى بيسابق زوجته السيدة عائشة وبيضحك معاها. احنا بقى عملنا ايه في البيوت بتاعتنا؟ احنا حولنا الرجولة لقسوة وصوت عالي ووش خشب، لأب بيستعر يحضن ولاده او يطبطب على مراته في بيته فاكر ان هيبته هتتهز وان الاحترام ده ما بيجيش غير بالرعب. الاب بس بيكتفي انه ATM بيدفع فواتير ومصاريف وسايب ولاده جعانين عاطفيا ومكسورين من جوه. احنا حولنا بيوتنا لسكنات عسكرية ما فيهاش ريحة المودة، ونسينا ان الطبطبة والاحتواء هم قمة الرجولة. ايه في المحضر؟ لما نيجي نحكم على نفسنا النهارده في يوم مولد النبي عليه الصلاه والسلام، لازم نعرف ان الحب مش مجرد اغنيه بنسمعها ولا بوست بنكتبه على الفيسبوك عشان نلم عليه تفاعلات. الاحتفال الحقيقي هو انك تمشي على خطاه بجد، انك تنزل من برجك العالي وتبطل طبقيه، انك توزن كلمتك وتطبطب بيها بدل ما تكسر اللي حواليك، انك ترحم اهل بيتك وتحضن ولادك من غير كسوف، وتبطل تحاكم الناس وتحاسبهم على حزنهم باسم الدين. النبي ما كانش محتاج مننا شوادر ولا انوار بتطفي الصبح، النبي كان محتاجنا نكون رحماء ببعض زي ما علمنا. الملف ده عمره ما هيتقفل بمجرد ما الحلقة هتخلص، الملف ده هيفضل مفتوح جوه كل واحد فينا لحد ما نرجع نبني نفسنا من تاني ونعرف قيمة ديننا. التحقيق لسه مستمر. السلام عليكم.